عملت بقى النهاردة احلى فطير. اول مرة اعمل معاكم الفطير محشي جبنة وزيتون وفطير سادة. عملته كتير معاكم قبل كده. عايزة اقولكم الفطير بالجبنة ده اختراع، اختراع بجد ملوش وصف. بصوا بقى جمال الفطير، كل الحلاوة ديت كده انا عاملاها بكيلو دقيق بس. جبت كيلو الدقيق واحط عليه رشة ملح و3 معالق كبار سكر، وهقلبهم كده مع بعض كويس، وهزود المية بالتدريج لحد ما تبقى العجينة كويسة معايا ومش محتاجة دقيق. وكيلو الدقيق تقريبا خد 2.5 كوباية مية مني، بس انا بزود المية بالتدريج، ما بزودهاش مرة واحدة. اقعد بقى كده اقلب. بصوا كده عجنتها وسبتها ترتاح ربع ساعة، وهنا بقى فردتها في الصينية، وجبت الزبدة بتاعتي طلعتها من التلاجة وقطعتها كده، وهبتدي بقى ان انا افردها في العجين كله كده بالشكل ده. وبعد كده هلفها رول، وبعد ما لفيتها رول هقطعها بقى كده. انتي بقى متحكمة، عايزة الفطيرة كبيرة، عايزاها صغيرة، عايزة تعملي 3 فطاير بس من الكيلو دي ينفع، عايزة تعملي 6 ينفع. انا كنت عاملة 5، 2 صغيرين و3 كبار. بصوا بقى كأنك بقى تعبانة فيها بقى، واحنا ولا ورقنا ولا عملنا اي حاجة. هفرد بقى كده، وبعد ما افرد همسحها مسحة سمنة. احنا استخدمنا زبدة، نمسح بقى مسحة سمنة كده بسيطة، لان الزبدة مش بتدهن لي الفطير، واحنا بنبقى عايزين نسبة دهون بسيطة يعني، فنبقى ناخد بقى ايه سمنة. هفرد برضو دي وامسحها بالسمنة واحط جواها الفطيرة الاولانية. بصوا الجمال، ولا اتقطعت ولا اي حاجة، والعجينة مخدومة كويس. ادام خدمتيها كويس في العجن خلاص انسي بقى ان هي تطلع معاكي وحشة. انا كانت عقدتي الفطير ده، يعني كنت كل ما اجي اقول ايه ده فطير نفسي اعمله بس خايفة. اكيد كلكم كده برضو زيي، بس بجد لما عملته حبيته قوي، والولاد على طول يطلبوه مني. اول فطيرة عملتها من 3 فطاير، دخلت 3 فطاير جوا بعض، كانت اكبر فطيرة دي. همسح برضو مسحة سمنة واحط جواها الفطيرة. فردتها بالشكل ده وهمسحها بمسحة سمنة، وهدخل جواها. بعد ما فردتها كده هدخل جواها بقى الاتنين دول، واقفل عليهم، وامسح الصينية بالسمنة واسيبها فيها ترتاح ربع ساعة عشان تتفرد معايا كويس. دي كده طريقتي في كل الفطير اللي بعمله، اسهل طريقة، ولا تفردي ولا تورقي ولا اي حاجة من الكلام الصعب ده. هنعمل بقى اللي بالجبنة دي اول مرة اعملها معاكم بصراحة، مش تبقى اخر مرة، لانه طلع تحفة. والجبنة براميلي يعني، ولا هي جبنة مكلفة ولا جبنة رومي ولا جبنة موتزاريلا. بصوا بقى فردتها كده ومسحتها مسحة سمنة، وبعدين حطيت فيها الجبنة بقى كده. دي كده اول فطيرة، لان انا هعمل فطيرتين جوا بعض في الجبنة عشان الجبنة ما تطلعش من الفطيرة. بصوا كده قفلت كده عليها على الجبنة، وهجيب بقى واحدة كده تانية هفردها برضو، وهدخل بقى جواها الفطيرة اللي فيها الجبنة. الجبنة بقى ساحت جوه الفطير بقى، وكانت بصراحة فظيعة. ممكن نحشيها اي حاجة متوفرة، ممكن نحشيها بسطرمة، جبنة رومي، جبنة بيضة وزيتون.
ندخل بقى جواها، ناخد مسحة سمنة وندخل جواها الفطيرة الاولانية اللي هي فيها جبنة. سهل جدا، مش مكلف خالص، يعني دي حتة زبدة ما تجيش ب10 جنيه، والجبنة برضو. وعملت ما شاء الله اتعشينا وفطرنا منه، يعني مش مكلف خالص. يعني لو جبنا فينو مثلا كان هيبقى مكلف عن كده. سبتهم بقى كده يرتاحوا 10 دقايق، وبعد كده خدت بقى وش اللبن القشطة، وهبطط بقى الفطير واحط عليه القشطة. كان طعمه بالسمنة البلدي. بصوا الجمال، الفطيرة اتفردت ازاي عشان ارتاحت. حط بقى على الوش القشطة، ومسخنة فرني على اعلى درجة حرارة، وحاطة الشبكة في الرف اللي قبل الاخير من الفرن. دي التسوية الصح للفطير عشان ما ينشفش منك ويقعد كتير في الفرن فينشف. بصوا بقى حطيته في الفرن. اول فطيرة طلعت معايا اهي. هوريكم بقى التوريق بقى والجمال. بصوا بقى التوريق، كانت سخنة طبعا مكنتش عارفة امسكها، واللي بالجبنة بقى كانت فظيعة، بس ملحقتش اصورها بصراحة، يعني صورتها كده لقطة في الاول وخلاص.